اسمي جورج نجار، قائم بعمل عميد الكلية. كلية فنون تطبيقية طبعا كلية عريقة. السنة دي بنحتفل بالسنة ال 177 من عمرها. أنشأها الوالي محمد علي في 1839. كان طبعا ان هو حس بأهمية الفنون وازاي تطبق وأهميتها للبلاد يعني فأنشأها. هي اسمها اتغير كذا مرة لحد في الخمسينات بقى اسمها كلية الفنون التطبيقية. طبعا احنا في الفترة الأخيرة برضو بنحاول، وطبعا بمجهودات طبعا السادة الإعلاميين وحضراتكم، ان الكلية يعني تتعرف أكتر في السوق. لأن أنا شخصيا يعني عانيت من الموضوع ده، انه أنا لما اتخرجت وأسرتي يعني جدي كان الله يرحمه أنشأ مطبعة من سنة 39، فكنت بدور على قسم طباعة، ما كناش نعرف ان في قسم طباعة وفي فنون تطبيقية. فرحت في كليات اخرى سنه وبعدين عرفت وجيت فضيعت السنه. فانا حاسس بالموضوع ده قوي. وطبعا ما جيت يعني شفت قد ايه قيمه الكليه دي وحاجه جميله، وهي تستاهل ان احنا نهتم بيها اكتر من كده وتتعرف اكتر من كده. فعملنا حاجات كتيره يعني الحقيقه، بنعمل ملتقيات مع الشركات، عملنا قناه على اليوتيوب. طبعا عندنا قسم السينما والتلفزيون والتصوير طبعا، ورئيس الدكتور صفوت عبد الحليم في تعاون مثمر دلوقتي ان احنا نستغل الاستوديو بتاع القسم للتعريف عن الكليه، نستغل خريجين القسم. يعني عندنا خريجين كتار جدا، لو كل واحد اهتم بالكليه مره في السنه الكليه هتبقى طبعا يعني معروفه اعلاميا بشكل افضل من كده. من كلية الفنون التطبيقية قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون. معاكم الدكتور صفوت عبد الحليم علي رئيس قسم الفوتوغرافيا والتلفزيون. انا لما دخلت كليه الفنون التطبيقيه ما كانش في دماغي خالص، ولكن هي الثانويه العامه هي اللي كانت حددت مساري ودخلت هذه الكليه. ولكن كنت بحب فعلا فن التصوير، وكان عندي كاميرا زمان، بس هذه الكاميرا كنا بنصور بشكل عشوائي مش عارفين، لكن عشان انتج صوره ليها مواصفات معينه ما كنتش برضو يعني متقنها بشكل جيد، ولكن كواحد هاوي اصور وخلاص ويتم التسجيل. اذا كنا بنروح اماكن سياحيه كنا بنسجل اشخاص، بنسجل مناسبات، ولكن الحاجات دي كلها طلع ليها اسس علميه لازم الواحد يدرسها بشكل جيد. فلما قدمت في الثانويه العامه عرفت ان عندنا في كليه الفنون التطبيقيه اكتر من تخصص. ايامنا كان طبعا عدد تخصصات اقل من دلوقتي، النهارده 14 تخصص، لكن ايامنا هتلاقي 4 تخصصات فقط لا غير. وكان القسم قسم اسمه التصوير الضوئي والطباعه. دكتورة ميسون محمد قطب، قائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون كلية فنون تطبيقية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. احنا في مجال خدمة المجتمع بكلية فنون تطبيقية جامعة حلوان بنحرص ان يكون لينا تواجد كبير بره في المجتمع. دورنا مش بس قاصر على جوه الكلية، بنعمل اكتر من خدمة جوه الكلية ولنا دور كبير جدا بره في المجتمع. بنبتدي نشتغل على الميادين، نطورها، نجملها على الانفاق، على المناطق، على الشوارع. دخلنا فتره برضو في العشوائيات. هدفنا ان احنا ازاي الناس تحس الجمال، تشوف الجمال، يبقى في نمو ورقي للذوق الفني في المجتمع عموما. من ضمن الخدمات اللي احنا بنحرص عليها جدا او بنهتم بيها جدا اكتشاف الموهوبين، سواء كان من الاطفال، سواء كان من الشباب، سواء كان من الطلاب اللي في الكليه. الاطفال بنكتشفهم من خلال دورات الاطفال. احنا بنحرص دايما ان احنا دايما في فتره الصيف نعمل دورات الاطفال، بتبقى تخصصيه في اكتر من مجال تغطي تخصصات الكليه. بنبتدي نكتشف فيها بقى الاطفال ونوجه ولي الامر شويه ازاي يهتم بطفله حسب المهاره اللي عنده. الكليه ليها دور مهم جدا جدا لتوعيه المجتمع فنيا، ازاي نرتقي بالذوق المجتمع كله. صراحة يعني الضوضاء البصري ده بقت حاجة يعني شوية بتضايق الناس كلها في كل حتة. احنا الحمد لله رحنا قابلنا سيد محافظ القاهرة ومحافظ الجيزة في فترة سابقة، يعني من خلال تقريبا 5-6 شهور، وخدنا فعلا موافقة على بعض الميادين بحيث ان احنا نبتدي نطورها ونجملها بطلبة واساتذة الكلية ان شاء الله، لان لازم يبقى لينا دور للمجتمع. عملنا حاجة تانية، ان المعارض اللي بتتعمل في قاعة المعارض تحت هنفتحها مجانا لكل المدارس اللي حوالينا، لان مهم جدا الطفل والطفله من صغرها عينيها تبتدي تشوف كل ما هو جميل، تبتدي تتعود ارتقاء بالذوق الفني للشعب. ده حاجه مهمه جدا جدا، ده لينا دور مهم فيه. المتحف بتاعنا برضو هنفتحه ان شاء الله، خلاص يعني افتتح رسميا، لكن هنفتحه للناس، هنفتحه للجماهير، ونفتحه للمدارس اللي حوالينا، للكليات اللي حوالينا. مهم جدا الاهتمام بالعمليه الفنيه او الحركه الفنيه. بنوجه طبعا كوزاره ثقافه لازم ليها دور كبير جدا جدا، وزير تعليم لازم يهتم بهذا الموضوع جدا. بنوجه لهم بعض الكلمات من خلال موقعي
كاستاذ ورئيس قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون بكليه الفنون التطبيقيه بقول لهم ادوا مساحه كبيره. كان زمان فعلا في المدرسه بنهتم بالعمليه الفنيه والدراسات الفنيه، فالطالب فعلا عنده ابداع، فعدد الساعات اللي كنا بناخدها كانت ساعات كافيه ايامي انا، لكن النهارده في اهمال كبير جدا بالنسبه او الرعايه بالنسبه لهذه الحصص، بيبقى في اهمال ومحدش بينظر لها نظره بشكل مهتم او اهتمام. فاحنا بنقول لابد ترجع الحصص هذه الفنيه والاهتمام بالاطفال او الشباب في مرحله التعليم الابتدائي او الاعدادي او الثانوي، دي مهمه جدا جدا عشان دي بتنمي قدرات الطالب منذ الصغر. حلمنا يعني بيبتدي من جوه بيتنا الكليه طبعا، ان احنا بنامل ان الكليه دي ترتقي تبقى من اكبر كليات العالم. طبعا ده حلم يعني زي ما بيقولوا مشروع، وكلنا بنشتغل ليها يعني، وعاملين خطط كتيره ليها مع كل الزملاء. الحقيقه مجموعه كبيره شغاله من الاساتذه والزملاء. طبعا احنا بنبص يعني الخريج بتاعنا ده لما يطلع يعني يلاقي شغل على طول، ويلاقي شغل على اعلى مستوى والناس تتهافت عليه. احنا عملنا ملتقى توظيف الحمد لله 93 ولد وبنت توظفوا في يوم تخرجهم، دي حاجه كبيره جدا. طبعا هو العدد ده يمثل لنا يعني 20 ل 22% من العدد الكلي للخريجين، لكن حاجه كبيره ان في يوم واحد شركات اللي جم يوظفوا هذا العدد، ده بيوري الاقبال. الحمد لله الحمد لله عندنا 3 مسابقات عالميه، الولاد والبنات عندنا خدوا جوائز اولى الحقيقه، شركات عالميه دون ذكر اسماء عشان ما تبقاش دعايه يعني، لكن عالميه بمعنى كلمه العالميه. في ناس منهم سافروا خدوا الجائزه بره، في حد هتسافر بنت تقعد 3 شهور تدريب بره بسبب الجائزه دي. دي حاجه بتورينا ان يعني الكفاءات موجوده والخبره موجوده، الموهبه موجوده، لازم احنا نثقلها ونشجعهم. انا انصح اي حد صراحه ان يعني لو طفله مهتم او ليه مجال او بيحب مجال معين ان هو يسيبه، يعني يسيبه يخش في المجال ده، ما يبقاش هو اللي حاكمنا المجموع. يعني اللي يحكمني ان انا حابب المجال ده انا اخش فيه حتى لو مجموعي كبير. يعني ناس كثيره سابت كليات القمه طب وهندسه ودخلوا الكليه عندنا عشان هم حابين المجال ده، حابين التخصص ده. ف يعني نصيحه بقى للكل ان احنا يعني كليه فنون تطبيقيه وزيها زي بقيه الكليات برضو من الكليات الكبيره، الكليات المهمه، الكليات اللي فيها تخصصات متنوعه كتير جدا، فالطالب عمره ما هيزهق منها ككليه، هيستمتع بيها زي ما انا مستمتعه بيها صراحه في شغل ودراسه وعمل بقالنا سنين اهو الحمد لله. يعني اتمنى كل الطلبه وكل الناس تبقى يعني ان شاء الله مبسوطه في مكانها ومبسوطه في كليتها. طبعا انا لو اتكلمت عن مصر مش هسكت، وممكن انا من النوع بتاثر جدا وبحب بلدي، بدليل كان قدامي فرصه اقعد بره. انا كنت مسافر 10 سنين وكان بيرحبوا بيا بيحبوني جدا جدا، وعلاقتي بالناس كانت طيبه جدا جدا، والى الان في اتصال. ولكن انا بلدي هي رقم واحد. وبقول للطلاب او بعض الشباب اللي بيقول انا نفسي اسيب البلد، اقول له لا يا حبيبي، دي بلدك، حافظ عليها ما تسيبهاش. تمام، انت البلد، انت مصر. انا دايما بقول يعني شاعرنا الكبير طبعا امير الشعراء احمد شوقي، يعني بيته الخطير يعني انه بيقول لو شغلت بالخلد عنه لشغلتني في الخلد نفسي. يعني دي كلمه كبيره جدا جدا عن المصري، يعني مفيش احلى من كده، يعني مفيش بقى اكتر من انه الواحد يعني حتى في الخلد نزعتني اليه في الخلد نفسي، كلمه يعني بتلخص التعبير ده كله الحقيقه يعني.